تختار كاميرا عليك. جاهز؟ جاهز داسكي 3 2 1 كيو. سيدي خلينا ننقذ العوائل، بعدها نجيب قوة بها هندسة عسكرية وننقذ الطبيب. اي نوع ثاني شوي اداء اقوى. 3 2 1 كيو. سيدي خلينا نوصل العوائل ونجيب قوة بها هندسة عسكرية وبعدها ننقذ الطبيب. ليش وضع الكاميرا؟ وضع الكاميرا. منين شفت وضع الكاميرا؟ هذا على رجل. معي انا مهم. عيد وضع الكاميرا. حلو الاداء بس وضع الكاميرا. 3 2 على مهم نحكي. 1 كيو. سيدي خلينا نوصل العوائل بعدها نجيب قوة. ننقذ داسكي ننقذ العوائل. يلا بسرعة. 2 1 كيو. سيدي خلينا نوصل العوائل بعدها نجيب قوة بها هندسة عسكرية وننقذ الطبيب. ضغط عليه كلش قوي. سيدي خلينا نوصل العوائل بعدها نجيب قوة بها هندسة عسكرية وننقذ الطبيب. بسرعة هيجون يوقفون. هذا ضغطات بوجوهكم تسمعون. بس ثاني شباب هنصور. والله عشت ايدك كلهم خافوا. ما حد سدار لي ماس. صدق تشيلي يا ولي. هذا عتاب خاف. اخذ حماده. حبايب بلا زحمة كل يصير من هالجهة. وين هذه الجهه؟ يلا عين تفضل استريح. تاسك العلم نور. قلت لك بالعوده. نجار. لا مهيمن. رمانه عبوه روح دوس على عبوه. صارت من الليل واذن المغرب وبقى اخر مشهد جاي يمثلون الشباب ما يصيروا فيهم لان لازم يكونوا بحثهم. صار موت يبغوا يناطع يمكن. يا مان تعب كلش تعب. الشباب اللي جت ويانا القوه هم تعبوا خطيه. يباتون. لا كملوا ان شاء الله. يجيبون فراشهم يجيبون فراشهم يحلونه وينامون. يباتون هنا؟ انت تعبت نزح ذاته وعلى اساس جايب ملابس انا يبدل له بس ما قال هذا عفوا خليه ملابسه. وان شاء الله ما بقى شيء يكملون. كملوا الابطال كملتوا ان شاء الله؟ ما قبلوا يكملون لا رميت عليهم. خلاص المشهد ومتوجهين للبيت ان شاء الله. كملنا. قواكم الله بسين. عاش لكم ان شاء الله يطلع مشهد ممتاز ان شاء الله. ان شاء الله قواك الله الداعش. بنروح مثل قلبك. قواك الله حبيبي ابراهيم. اخوك امانه. يا بعد عمرك اخونا والله. حبيبي هذا مجرد تمثيل ان شاء الله. هسه كملنا ان شاء الله وراجعين للمقر حتى نبدل ونتوجه للبيت. يمان صعد بهاي السياره وانا صعدت بهاي السياره لان ما كفت. يمان هنا هاي بالتنظيم ما يبين هسه يمكن يقوى علي. يمان لا هنا اكو مكان. تخيلوا شباب راح نوصل البيت وخذيت عشاء لان بعدنا ما متعشين. راد عشاء هو خطيه ونام. يمان وصلنا البيت بابا. جبت لك عشاء. هذا عشاء جبت لك هنا. تعشينا لو بالبيت وين ماما؟ ها؟ لا رجعنا والله من طلعنا من الفرقه لحد الان ماكو فرد نومه طقاها لان تعب حيل تعب. ماما والله تعب ليش تناصل؟ تحمل ماما ما بقى شيء ونوصل. ماما حج بابا شيل نفسه الولد شايل ابوه. اسمع ابوك استشهد والمكان اللي حتشوف فيه ابوك مره ثانيه هو الجنه. انت لازم تصير رجال وتعتمد على نفسك وتواجه الحياه وحدك فهمتني؟ هذا الكلام مو صحيح. ابنك مو وحده واذا ابوه شهيد وضحى من اجل الوطن فهذا يعني كل احنا اخوته واهله وعمامه واخوانه الكبار وما راح نخليه يحتاج اي شيء. ابني بقدك من نوصل راح اخليكم تلعبون سويه. احنا لازم نوصل باسرع وقت. العوائل صار لهم يومين ما ماكلين شيء والاطفال جاعوا وعندنا حالات مرضيه وكم واحد بيهم متعرض لاصابات بليغه.
والعلاجات كلها خلصت. هانت كلها 20 و30 كيلومتر وراح نوصل. حماده ايش تسوي؟ ولا شيء سيدي، هاي مجرد مفكرة أخذتها من طفل حتى أسجل كل شيء اللي صار معنا من البداية للنهاية، حتى خاف يلقوها يعرفون شنو اللي صار، لأن تليفوني خلص شحن. وشنو كتبت؟ صار لي 64 يوم ما شايف أمي ولا زوجتي، اشتاقيت لهم، خصوصاً إنه زوجتي حامل وبعد أيام قليلة ويكون عندي أول طفل. وإذا استشهدت أريدكم تسمون ابني عراق. إحنا بالمعركة وتحملنا جوع وعطش وتعب، صار عندنا هواية شهداء وجرحى في سبيل إنقاذ حياة العوائل ونحررهم. صارنا يومين نمشي بدون أكل، اشتاقيت لأكل أمي، بس يلا هانت ما بقى شيء ونوصل، واحنا حتى صار لنا اسبوع حتى سبح مسافه. ولا حركه. سيدي هذا لهم اشخاص لازم ما يوخر رجله ابد، لان اذا وخر راح ينفجر علينا، ولازم يظل ضغط عليه كلش قوي. سيدي خلينا نوصل العوائل، بعدها نجيب قوه بها هندسه عسكريه وننقذ الطبيب. سيدي انا بعدني ما متزوج. دير بالك تتحرك، ابقى ضاغط برجلك قوي، راح احسب لثلاثه وبعدها راح انقذك، فهمت؟ حاضر سيدي. 1. سيدي ليش سويت هيك وضحيت بنفسك؟ مصدومين؟ ايش فيكم مستغربين؟ هاي وظيفتي من اول يوم لبست البدله العسكريه، ندافع عنكم ونحميكم، نموت احنا حتى تعيشون انتم. حماده اخذ مكاني ووصل العوائل البر الامان، ودير بالك تباوع وراك، فهمتني؟ سيدي مستحيل نتحرك ونعوفك وحدك. اسمع الكلام، هاي اخر مره يمكن بيها انطيك امر. العوائل امانه بعناقكم. دكتور انا فديتك بروحي وهذا واجبي، وهسه اجا واجبك انت وباقي القوات تنقذون العوائل. حاضر سيدي. حماده لا تنسى تكتب بالمفكره مالتك لا تحسدون الابطال على رواتبهم، احسدوهم على استشهادهم لانهم اول من يدخلون الجنه. بعدكم واقفين؟ يلا انطوا امر للعوائل وسووا خلال المكان ووصلوهم لبر الامان. كل الموجودين ما داروا وجههم على الضابط، أنا الوحيد اللي كنت أشوفه وأحس بيه أنه يتألم. الظاهر أنه هو ما يريد أي شخص يشوفه وهو بهالموقف. رغم هذا الألم من شافني أباوع عليه ظل مبتسم ويحاول يضحكني، ونظراته إلي اللي ما راح أنساها طول عمري. أراك وحدك، لقد تركوك. لا، بل أظن أنهم غدروك. جميعكم فليعلم أن هذا هو مصيركم. بالعامية نقدر نقول ضحكوا عليكم بكم حكاية. عراقي بطل، عراقي أبو الغيرة، عراقي ضحى بروحه. هاي تالية العراقي، نايم ومستسلم. ايش بيك ساكت وما تتحرك؟
خايف؟ مرعوب؟ ها احكي. خايف؟ مرعوب؟ ارفع راسك، انت عراقي. او لا ترفع، لان اني اللي راح ارفع راسك عن جسدك. خايف؟ مرعوب؟ راح تتوسل حتى اسامحك؟ لا، ما راح اسامحك، وراح اعيشك مثل ما عيشنا العوائل اللي ما سمعوا كلامنا وهسه مشردين بالشوارع، قاتلهم البرد ولا اكل ولا شرب. انت غنيمه دسمه، راح اتفنن بقتلك واصورك وارعب بيك العالم حتى يطيعونه ويسمعون كلامنا، ومصيرك حيكون جهنم، لأن أنتم كلكم مصيركم جهنم. إذا أكو جحيم فأنت أول الناس اللي راح تشوفوه، مثل ما إحنا أول الناس راح نشوف الجنة. لا إله إلا الله.